ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جايه لكم النهارده في فيديو جديد، فيديو بقى المشتريات. تمام، جبت 10 جنيه سلك. جبت ايه تاني؟ جبت مستردة، بس انا بقى مش متذكره الحاجات دي سعرها كام. كان كل ده كان ايه؟ مستردة مع الحجر كان ايه؟ عامل 99. مع الجبنه كمان البسطرمه جبت رودس بالبسطرمه، دي جميله جدا، دي فرنسيه بس حلوه. جبت كيس سكر، ده عامل 32، لان اي كيس سكر دلوقتي بقى ب35، ده ب32. جبت ب15 جنيه نشا لو هعمل حاجه حلوه او كده. وايه تاني؟ جبت اللي هو مرقه الدجاج، وجبت طبعا جوافه، قال الكيلو ب20، جبت 2 كيلو ونص ب50. تبقى حاجه مسكره كده، تمام وحلوه وجميله بعد الفطار او العشاء بتاخديها او الغدا. جبت ايه تاني؟ جبت سمك سردين، جبت الكيلو عامل 100 اللي هو الصغير، الكبير عامل 120. وطبعا جبت ايه؟ صابون مواعين بس هو ابيض، قال لي لو عايزه تحطي لون نحط لك لون، قلت له لا خليه كده. فايه ده الكيلو عامل 10. وايه تاني؟ اشتريت ايه تاني؟ سترس عامل 45، ده بريحه الليمون، هجربه لسه اول مره، بس الابيض الافضل كمان، بس لسه هجرب الليمون ايه حلو قوي للدهون. جبت كيس الاريال دوت، جبت 3 دي المفروشات، اي حاجه عايزه تغسليها على ايدك. جبت 2 من الترسيل اللي هو دول عاملين 21، ال5 دول. جبت كيلو بقى من الصابون الاوتوماتيك اللي هو اوكسي، بحب اوكسي في الغسيل، بس ايه سايب يعني، واخد من الايه من الشكاره. عامل كام؟ 54. واشتريت ايه تاني؟ صابونه سافانا، بحب سافانا جدا. عندي انا واحده كمان، فبستخدم 2 مثلا او 3 في الشهر. جبت بس واحده من ديت، وده كان الروتين بتاع المنظفات اللي بتاعت المنظفات، والروتين اللي جبت حاجات من السوق. تمام، مشتريات السوق. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه بقيه الروتين بتاعنا. اتمنى كده دعمكم كده باللايك يا حبايبي. نحط بقى الصابون، نحط كيلو الصابون بقى في هنا عشان ايه بتاعت العلبه الصابون خلصت. الصابون خلاص. دي الخلطه اللي عملتها معاكم، حلوه بيكربونات وصابون وخل، صابون مواعين وخل. اتمنى كده بدعمكم كده يا حبايبي. يلا بينا نشوف نكمل الروتين بقى ايه. حطيت الصابون في العلبه، بصوا قلت اجرب معاكم الصابون حلو اهو، بيرغي وجميل. انا كده بعمل عشان كنت بنضف بس السمك وغسلته برده، وهغسله تاني اهو بالفرشه عشان ابتدي اعمل الغدا بتاعي. اتمنى كده دعمكم يا حبايبي.
الابيض ده احلى من الالوان، مش عارفه ليه. هم كده كده بيحطوا له لون اصلا، فهو قال لي عايزه تحطي لون، قلت له لا. بس يبقى زي الفل. بقى ايه النشا هنا في العلبه، بقى لما عاوزه اعمل حاجه حلوه، اعمل اي حاجه ببقى محتاجه نشا فيها، بحطها في التلاجة. كنت متبله بقى ايه نص فرخه كده قبل ما انزل السوق، بتوم باودر، بصل باودر، زبادي، حطيت لها صويا صوص، تمام، بهارات فراخ، بابريكا، فلفل اسود، ملح، تمام. معايا حاجات السلطه بقى، ومعايا فاصوليا كانت موجوده في الفريزر عندي، فاصوليا بيضه، كنت سلقاها وحطها بعد ما بردت حطيتها في الفريزر، قلت اعملها في يوم، تمام، وهحط الطبق ده اعمل فيه السلطه بتاعتي، وديت هحطها في الفرن. احطها في الفرن بقى في الصينيه الصغيره ديت. طبعا انا كنت حاطه معلقه صلصه كمان، تمام، عفوا نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه صلصه كمان فيها، ان شاء الله هنزل لكم طريقتها قريب باذن الله. عملت خلاص السلطه، بضرب الطماطم ومعايا بصلايه وتوم هقطعهم عشان اعمل الفاصوليا بتاعتي. اتمنى كده دعمكم يا حبايبي. حطيت البصل والثوم في الكبه، هعملهم في الكبه بقى المره دي، تمام. اتمنى كده دعمكم كده يا حبايبي. السمنه والصلصه والفاصوليا والبصل اهو، حطيت معلقه سمنه وهحط شويه زيت صغيرين جدا، هنزل بالبصلايه والثوميه، وبحب اشوح فيها الفاصوليا بتاعتي. اتمنى كده تدعميني كده، واللي اول مره تشوف القناه بتاعتي تضغط على كلمه اشتراك وتفعلي الجرس، واللي بتشوف الفيديو من غير حطي لايك، مش هتخسري حاجه يعني. بقى من قدر الامكان ان انا اقلل من الزبده والزيت، تمام. اتمنى كده دعمكم يا حبايبي. طول ما انت كده واقفه تنضفي كده البوتاجاز، الدنيا تبقى نضيفه عندك. بس الصلصه عملت الفاصوليا، اعمل بقى شويه رز ومعايا الشعريه، تمام. عامله الطبق ده بس كده ايه رز. الرز ده بتاع 28 وكان فيه ب24 بس ما عجبنيش. اخد واحده كده ايه دول واغسله، تمام. كنت جايبه نص كيلو بقى من الشعريه السايبه، عندي بس شويه كده من الشعريه بس، احطها بقى هنا. انا بقى حطيت حته زبده وشويه زيت، هنزل ايه بالشعريه، تمام، شويه شعريه كده، وهعمل شويه رز صغيرين على قد الوجبه. انا بعمل رز على قد الوجبه، ما بزودش قوي، عشان انا لو عملت رز يومين ما بياكلوش. عندي اخويا ما بيحبش الرز اللي هو البايت يعني، تمام. وغسلت الرز خلاص، الفاصوليا اهي بحط لها فلفل اسود وملح وبابريكا بس. لو هتعمليها باللحمه حطي 7 بهارات، بتبقى طعمها جميل قوي. اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد انا بنزله في القناه. حطيت الميه خلاص والملح، تمام.
اديله غلوتين عفوا اتلسع. وايه الرز خلاص على النار تحت الشياطه بعد ما غلي. هعمل بقى كوبايه شاي ليبتون اخر بقى ايه باكت. بعد كده بقى هبقى اشتري ان شاء الله. تمام. هعمل بقى شويه شاي اخضر كده بالنعناع من غير سكر. تمام. قبل الاكل بيبقى بعد الفطار وبعد الغداء كوبايه. اشرب بقى الشاي وارجع لحضراتكم تاني نكمل بقى الروتين بتاعنا النهارده. اتمنى كده تدعمكم كده باللايك. الفراخ المشويه الجميله بالزبادي اهيت، والفاصوليا والسلطه، وقطعت العيش كده مربعات بتاع مثلثات كده. اتمنى كده الفيديو يعجبك. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك والاشتراك بالقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.